لو حابة وعايزة أكون أخصائي تخاطب شاطرة، أبدأ إزاي؟ وإيه هو الطريق الصح بتاعي؟ لو حابة تبدأي في مجال التخاطب فقطعا، أنا قلت تقريبا في الفيديو السابق قبل كده وقلت كتير، بس هقول تاني. احنا ما بنخترعش العجلة. المجال بتاعك بيبتدي من الكورسات اللي انت بتنقلي فيها او بيتنقلك فيها الخبرات بتاعت الاشخاص اللي شغالين اوريدي دلوقتي. ولو انت خلصتي او خريجة فبالتالي هتعملي دراسات عليا في مجال اضطرابات النطق، وفي كليات كتير بتتيح ده، زي كلية علوم ذوي الإعاقة او كلية تربية بالاقسام بتاعتها، وكلية تربية خاصة بالشعب بتاعتها، اسف. وطبعا كلية طب الدمرداش بتتيح كورس مدة سنتين، بس طبعا له شروط صارمة جدا، ومعهد السمع والكلام. بجانب طبعا التدريب العملي لفترات تسمح ليكي بنقل المهارات العملية من الأشخاص، أو القدرات بتاعتك تتحسن من الأشخاص اللي قادرين ينقلوا ده ليكي عن طريق التدريب العملي. طيب، أبدأ الأول كده بحاجات خفيفة زي الكورسات، ولا أخش على طول في الغميق في الدبلومات؟ ما هو أنا قلت سابقا يا أستاذة هالة، إذا كنت طالب فقطعا مش هتعرف تعمل دبلومة إلا إذا كانت حاجة اسمها دبلومة تدريبية، أو بين قوسين كده كورس، او هتاخد كورس وخلاص. لان الدراسات العليا اللي هي الدبلومات المعتمدة، او الدبلومات الدراسات العليا اللي بتبقى في الكليات، بتحتاج يكون معاك شهادة خريج، بكالوريوس او ليسانس. فبالتالي انت اثناء الدراسة او اثناء فترة الدراسة هتاخد كورسات مع التدريب العملي الى حين التخرج، وتبقى تكمل بقى في طريقك زي ما انت في الدراسات العليا. طيب، هل أبدأ آخد دورات من وأنا لسه في الكلية، ولا استنى لما أتخرج؟ طبعا ابدأي فورا لو انت في الكلية، وما تستنيش لحد ما تتخرجي، لان كل لحظة بتأخريها بتأخرك، لانك هتاخدي من وقتك بعد الدراسة او بعد التخرج. فبالتالي فرصة كبيرة جدا انك ما تسيبش وقت الاجازات او الاوقات الفاضية عندك اثناء الدراسة الا لما تاخد فيها كورس او تدرب فيها، بحيث خبراتك تزيد. لما تخلص كليتك بتلاقي نفسك فارق كبير جدا بينك وبين الاشخاص اللي ما تدربوش او ما خدوش كورسات. إزاي أكون أخصائي تخاطب وأنا أصلا مش خريج تربية، أو حتى آداب، أو حتى علم نفس؟ هينفع؟ والله يعني الموضوع ده شائك شوية، لأن في كليات أو في معظم الكليات بتتيح إنك تعمل دراسات عليا فيها، حتى لو أنت مش خريج كلية من الكليات بتاعتها، أو حتى كلية قريبة. في كليات لها علاقة كبيرة جدا بالمجال، زي كليات زي مثلا كلية خدمة اجتماعية، آداب علم نفس وآداب علم اجتماع، وطبعا تربية خاصة على رأسهم، وعلوم ذوي الإعاقة، وتربية طفولة وخلافه. فدي كليات تتيح ليك إن أنت هيبقى عندك قدرة إن أنت تشتغل مع الأطفال مع دراسات عليا بسيطة أو مع التدريب العملي. أما مثلا لو حد خريج كلية حقوق، أو حد مثلا خريج كلية زراعة، أو حد خريج كلية تجارة وحابب يكمل يبقى يمتهن المهنة دي، أنا قطعا ما انصحش بكده. يعني لو أنت عندك ولي أمر، أو لو أنت ولي أمر وحابب تدرس ده كنوع من الدعم لطفلك، مفيش مشكلة، مفيش أدنى مشكلة إنك تعمل كده. ولكن فكرة إن أنت يعني تاخد الموضوع ده من أوله، يستحسن بقى تبدأ الكلية من أولها، أو تبدأ المجال من تحت لفوق، عشان يبقى عندك الكم الكافي أو السنين الكافية أو المدد الكافية اللي تسمح لك بالدراسة، أو ب يعني الصقل أو صقل مهاراتك، بحيث تقدر تمتهن الموضوع ده. لأن الموضوع ده مش سهل، قد يكون في ظاهره سهل خالص، أو إحنا هنشتغل مع الأطفال وشوية لعب وشوية حاجات كده، ولكن الموضوع مش بالسهولة اللي انتم متخيلينها خالص. طيب، أفضل إيه هي أفضل الكورسات اللي ممكن أخدها وتفيدني؟ للأسف موضوع الكورسات ده أغرب ما يكون. أنا مش عايز يعني، بس هقول لكم الكورسات دي، يعني خلينا نبقى يعني عندنا مصداقية. وانت بتشوف الكورس، بص على الكورس بشكل مختلف. بص على المحاضر اللي هيديك المحاضرة أو اللي هيديك الكورس، دي أول حاجة. تاني حاجة، بص على المحتوى، هل هيفيدك ولا لأ. آم، تالت حاجة المدة الزمنية. رابع حاجة وآخر حاجة وممكن ما تفكرش فيها خالص، هي الشهادة. الموضوع قد يكون غريب بالنسبة لكم، بس أنا شخصيا لو جاي لي واحد معاه شهادات قد كده
وباجي اعمل معاه الانترفيو او باجي اساله اسئله ومش عارف حاجه، قطعا الشهادات دي ملهاش اي قيمه. ليه؟ لان هو الشهادات دي ورقه فقط. انا عايز حد قادر على العمل، لان احنا مجالنا مش مجال. انا مش هقعدك على مكتب واقول لك تعالى اقعد هنا وهتاخد شويه ورق وهتكتب شويه حاجات. ده انت مجال ابداعي، يعني انت محتاج تفهم، محتاج تدرك، محتاج تفكر، محتاج تشغل دماغك، محتاج تقرا الفيدباك بتاع الاطفال، تشوف ردود الافعال، محتاج حتى تشوف تفاصيل صغيره في شكل او ردود افعال الطفل في وجهه وفي ايديه وفي حركاته. فانت محتاج تكون شخص كرييتيف، شخص قادر على الابداع، شخص عندك قدرات تتحرك من خلالها. طيب يبقى انا محتاج ان انا ابص على شويه الحاجات اللي انا قلتها دي. طيب الاماكن بقى مش مهم ايا كان المكان، سواء الكورس اونلاين سواء الكورس اوفلاين سواء الكورس جوه جامعه او حتى خارج الجامعه او في مركز. فانا بشوف الشخص اللي هيقدر يفيدني ويديني المعلومه الكامله. اما لو انت شخص بتدور على الشهاده فقط، فممكن تاخد بقى في اي مكان بيدي شهاده منهم 20,000 50,000 جنيه من اللي احنا بنسمعها والارقام الخرافيه دي. ايه هي الفرق او ايه هو الفرق بين الدبلومة التربوي والدبلومة الخاص؟ وهل فعلا في فرق بينهم ولا هو كله كلام وخلاص؟ أم، تقريبا كده انت قصدك على الدبلوم التربوي اللي بتكون، او الدبلوم العام بين قوسين كده، اللي بتبقى موجوده في كليه التربيه، والدبلوم الخاص او المهني بعد كده. طيب ده عاده الدبلوم العام او الدبلوم التربوي ده بياخدوا اللي هم خريجين مش خريجين كليه تربيه. يعني لو انا مش خريج كليه تربيه، انا خريج كليه خدمه اجتماعيه وحابب اكمل دراسات عليا في كليه تربيه، فبيقول لي عشان اخليك تكمل دراسات عليا وتاخد في التخصص لازم اديك دبلومه كده صغيره لمده عام، وهي اللي بيسموها بين قوسين الدبلومه التربويه، وهي بتحولك من شخص عادي الى شخص تربوي. بتبقى عباره عن مواد كتيره جدا وفيها حاجات كده بتحولك الى شخص من وجهة نظرهم ان انت بقيت مؤهل كده تربويا انك تكمل بقى الدبلومة الخاصة اللي بتبقى في السنة اللي بعدها. فبالتالي الدبلومة العامة دي بتتاخد ل مش خريجين كلية تربية او الاشخاص اللي مش متخرجين من كلية تربية، عشان يبدأوا يكملوا دراسات عليا في التخصص اللي هم عايزينه في السنة التانية، اللي هو في الخاص مثلا، زي مثلا قسم تربية خاصة او صحة نفسية او خلافه من الاقسام المتاحة في كلية تربية. طيب هو في فعلا كارنيه مزاولة مهنة؟ طيب هو فعلا ليكم نقابة؟ يعني احنا كأخصائيين نفسيين وانا كحد يعني ان شاء الله هكون منكم، لينا نقابة؟ طيب اتوحصل عليه ازاي؟ وايه الورق المطلوب؟ طب انا لو انا مش خريج الكلية التربوي او للأسف لا يوجد نقابة لخريجي أو للعاملين في المجال ده تحديدا. ممكن يكون في نشاطات فردية كده اتعملت، جمعية ما كانت بتشتغل على فكرة تأسيس نقابة عمالية لينا، ولكن الواقع بيقول إن مفيش مكان أو نقابة لينا تقدر تديك حاجة كده يعني كارنيه. ولكن كل اللي موجود ده عبارة عن، يعني أنا مؤسسة ما عندي ترخيص ما كويس فأقدر أديك كارنيه. هل الكارنيه ده يثبت شيء؟ لا يثبت شيء، لكن هو شكله لطيف وحلو معاك. أنا شخصيا ما عملتش الكلام ده، ولا حتى غيرت المسمى بتاعي في البطاقة الشخصية، مش مهم، لأن أصلا مفيش جهة منظمة للعمل بتاعنا. ده الواقع بيقول كده، مفيش جهة تنظم أو مفيش قانون بيحمي أو بينظم العاملين في المجال، أو حتى أنا آسف أولياء الأمور، أو حتى الأطفال، غير بقى القانون بتاع أو الشغل بتاع وزارة التضامن الاجتماعي، اللي بتشتغل تحت طائلة وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمستوصفات والمؤسسات والحضانات. خلاص. مفيش غير نقابة واحدة تقريبا، هي نقابة المهن الاجتماعية، وبتشمل تقريبا خريجي كلية خدمة اجتماعية وآداب اجتماع وعلم نفس تقريبا، وكليات تربية صحة نفسية أو علم نفس، حاجة شبه كده. دي تقريبا النقابة الوحيدة، وما أعتقدش إن هي أصلا مغرية إن حد يخشها قوي، لأن هي خدماتها قليلة جدا، وحتى الاشتراك بتاعها أقل كمان مما تتخيل. ممكن تلاقي ال10 سنين ولا حاجة بمبلغ قليل كده، ففي ناس ما بترضاش تشترك فيها. يبقى انا ما يهمنيش قوي الشكل بتاعي الورقه الكارنيه ده، لان مش هيهم قوي، لا يهم الشغل، لان مفيش لسه حاليا قانون بيسمح بده. طبعا في ممكن تقدر تغير الاسم بتاعك او الكلام ده، تقدر تعمله، في ناس بتعمله اصلا. في ناس بتهتم جدا بالشكل ده وبتهتم بالكارنيه، ماشي، بس الواقع انا قلته بشكل
صريح وقاطع يعني. طيب امتى اقدر افتح المركز؟ بعد خبره قد ايه يعني؟ كده مثلا 10 سنين، 5 سنين، لازم يكون معايا خبره قد ايه؟ طيب لازم اكون خريج حاجه معينه؟ لسه قايل تقريبا الاجابه بتاعت السؤال. اقدر افتح بعد قد ايه؟ المده مش بالمده الزمنيه، الخبرات ما بتتقاس بالمده الزمنيه، ولكن قطعا الوقت له عامل كبير جدا. اعتقد لو انت خدت وقتك بشكل كافي في انك تتدرب وتشتغل بشكل كافي تحت ايد ستاف او تحت ايد شخص قادر على تعليمك، طبعا هيأثر او هيفرق معاك لما تيجي تفتح مكان. فبالتالي على الاقل يكون يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين دول اشتغلت واتدربت ودرست فيهم بشكل لو كافي. انا حابه اسافر وعايزه اخش التخصص ده عشان اسافر، ايه افضل التخصصات اللي ممكن اسافر بيها؟ سمعت عن حاجه اسمها توحد او اضطراب الزيتويه، وسمعت عن حاجه اسمها صعوبات تعلم، وسمعت عن حاجه اسمها اعاقه عقليه. انهي حاجه فيهم هتخليني اسافر بسرعه؟ ارجع واقول تاني، السفر والشغل ده ارزاق بتاعت ربنا، ولكن طبعا احنا بنشتغل على الاسباب. خارج مصر ومعظم الدول الخليج وطبعا الدول الاوروبيه قبلهم، لو انت حابب تسافر يعني بيهتموا جدا بالمؤهل الاساسي. فيستحسن يكون المؤهل الاساسي بتاعك من المجال، يعني خريج كليه علوم ذوي الاعاقه، خريج كليه تربيه، خريج كليه طب، خريج كليه تربيه طفوله. وطبعا لو انت مكمل دراسات عليا او عامل كورس معين مثلا بقى بالطلب دلوقتي اللي هو الاي بي اي، ماشي، او يعني اعتماد معين، يعني الار بي تي وخلافه ال 40 ساعه دول. ففي ناس معينه او في اسف بلاد معينه بقت تحط شروط، من ضمن الشروط بتاعتها هي المؤهل الاساسي. طبعا في ناس او ممكن تشتغل على مكان برايفت ما يهموش المؤهل الاساسي، فيبقى عندك دراسات عليا، يعني دراسات عليا قويه جدا تسمح لك وكورسات. وهنا انا بقول لك ان الكليه نفسها ما تبقاش بعيده خالص، يعني ما تروحش تقول لي انا كليه حقوق وهروح اشتغل خارج مصر، ما انت مش هتروح اصلا. لا، كليه لها علاقه بالمجال ولكن عامل فيها دراسات عليا قويه جدا وعندك قدرات تقدر تشتغل. دي حاجه. الحاجه التانيه ايه بقى؟ القسم او المجال الاكثر طلبا، طبعا الاكثر طلبا خارج، هو اضطرابات النطق والتخاطب والتوحد ويليهم صعوبات التعلم. دول اكثر طلبا. وطبعا الاعاقه العقليه طبعا مطلوب جدا، ولكن يعني انا بتكلم الواقع بيقول كده. بشوف دايما اعلانات او بشوف الشغل او طلب الشغل بيبقى على اضطرابات النطق او التخاطب ويليهم التوحد، وطبعا نقدر نقول صعوبات التعلم والاعاقه العقليه معاهم كمان. انا لحد دلوقتي مش فاهمه ايه الفرق بين الرعايه النهاريه والحضانه العاديه. طيب طب ايه الفرق بين الرعايه النهاريه والجلسات الفرديه؟ وانهي فيهم مفيده للطفل؟ وبالمره كمان انها يعني الاحسن ليا ايه؟ المفروض ان الرعايه النهاريه بتكون في مكان في الأساس بيشتغل جلسات فردية، ولكن هو محتاج يحط أطفال من فئة معينة في مكان معين يسمح ليهم بأنشطة جماعية. محتاج أعملها أنشطة جماعية أو أنشطة حركية لمدة طويلة، فأنا محتاج الطفل يقعد معايا مدة أطول أكبر من الجلسة الفردية اللي بتقعد مثلا ساعة أو 3/4 ساعة أو نص ساعة. فأنا محتاج أقعد الطفل ده معايا 3 4 ساعات. 3 4 ساعات دول ممكن أخلي الطفل يعمل أنشطة جماعية مع أطفال تانية، خليه يرسم، خليه يلون، خليه يعمل انشطه تشتغل على اهداف معينه انا شايف ان هو عنده نقص فيها. فانا محتاج ان انا اشغل الطفل ده لمدد كويسه تشتغل على انشطه جماعيه وانشطه او مهارات تسمح له بالتفاعل الحركي والتفاعل الاجتماعي وخلافه. ده بالنسبه للرعايه النهاريه. ايه الفرق بقى بين الرعايه النهاريه والحضانه؟ فاعتقد ان الحضانه بيبقى التارجت بتاعها الاطفال الاسوياء، اللي اذا كانت اصلا حضانه في الاساس بتشتغل على الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. فبالتالي الحضانه يبقى هدفها الاول والاخير هو الهدف التربوي او التعليمي، يعني انا جايب اطفال اعلمهم خلاص. لو في حضانه بتشتغل رعايه نهاريه لازم يكون فيها اخصائيين، يعني اللي بيشتغلوا الرعايه النهاريه يكون اخصائي مش مدرس. ايه الفرق بين الرعايه النهاريه والجلسات الفرديه؟ اعتقد ان انا شرحت الرعايه النهاريه، وهي ان انت بتقعد فترات طويله مع طفل عشان تحقق له اهداف بشكل جماعي او بشكل اكبر او مده اطول. اما الجلسات الفرديه فبتبقى عباره عن برنامج مخصص معمول لطفل، مصمم على طفل معين عنده نقص او نقاط ضعف في حاجات معينه، فانا بحققها له او بشتغل عليها في
مدة معينة وهي الجلسة الفردية، وبكون أنا والطفل أو الأخصائي والطفل لوحدهم في مكان، أقدر يعني أتعامل مع الطفل وبحقق فيها أهداف أقوى، وبتبقى أهداف مركزة جدا، ومش محتاج إن أنا غير إن أنا أقعد مع الطفل لوحدنا في جلسة فردية. طيب ايه الاحسن للاخصائي؟ يعني الاخصائي اعتقد محتاج ان هو يشتغل على الجزئين، يحتاج ان هو ينزل جلسات فرديه، ودي طبعا اهم مهاره لازم يتعلمها، ومحتاج ان هو يتعامل مع اطفال ويقدر يسيطر عليهم ويتعامل معاهم بشكل جماعي او بشكل فترات طويله. هو ينفع اخد كورس من اللي هو 300 ساعة و400 ساعة دول وبعدها افتح مركز، ولا يتقبض عليا؟ طيب لو انا ما ينفعش، ايه المفروض ان انا اخده واكون مؤهل ليه علشان خاطر ان انا افتح مركز؟ والله للاسف الواقع بيقول ان عشان تفتح مؤسسه او تفتح مركز فملهاش اي علاقه بالمؤهل. دي الصدمه الكبرى. وابعت لكم او اسيب لكم فيديو يظهر دلوقتي حاليا كده فوق في علامه التعجب، في شرح لافضل الطرق اللي من خلالها اقدر افتح مركز. سواء بقى هعمل كورس 300 ساعه او دبلومه بين قوسين كورس يعني 300 ساعه، او هعمل دراسات عليا، انا يهمني انك تكون قادر على الشغل. مش قادر، معاك فلوس ورايح تفتح مكان تجاره. لو انت قادر تشتغل وقادر تدير جلسه وقادر تفتح مؤسسه وتقدر تشتغلها، اعمل كده. مش قادر، خليك قاعد مكانك. ايه اللي المفروض يبقى موجود فيا علشان اكون اخصائي ناجح؟ يعني ايه هي المهارات اللي تبقى جوايا المفروض عشان خاطر اكون اخصائي ناجح؟ السؤال ده لطيف جدا وحلو قوي، بس هو محتاج يعني استفاضة وتطويل، ومحتاج فيديو لوحده. بس بشكل سريع كده، محتاج انك تكون شخص صبور وعندك يعني احساس بالاخرين. يعني الشخص الصبور بمعنى ان انت ما تبقاش جاي متنرفز طول الوقت، وما عندكش بال او ما عندكش خلق ان انت تسمع طفل او تقعد مع طفل، او طفل قد يكون يخبطك او يزعلك او يعملك اي حاجة، او حتى ما عندكش صبر تسمع اولياء الامور. دي اول حاجة. الحاجة التانية، تكون شخص عندك شغف للعلم، لانك طول الوقت هتحتاج تتعلم. تالت حاجة، ان انت يبقى عندك قدرات مهارية او مهارات تتعلمها اثناء بقى فترات التدريب او اثناء الكورسات. المهارات دي مثلا زي مهارة انك تبقى عندك قدرة على التسجيل، تقدر تسجل وتدون، مهارة كتابة التقارير، مهارة عمل المقابلة الشخصية، المقابلة الشخصية سواء مع أولياء الأمور أو حتى مع الأطفال، مهارات أو مهارات إدارة الجلسة، تتعلم إزاي تقعد طفل أو تقعد طفل، أو إزاي تتعامل مع طفل، أو تشوف ردود أفعاله. فبالتالي في مهارات كتيرة جدا بتتلخص في ان انت محتاج تتعلم وتتدرب. طبعا ممكن اعمل لكم فيديو مفصل عن المهارات الواجب توفرها في الاخصائي الناجح ان شاء هو الله. انا لو عملت كل حاجة هلاقي فرصة كويسة، ولا زيها زي اي حاجة يعني ان انا اخد فيها كورسات وخلاص؟ طيب إيه الشغل ده مجزي ليا؟ هقول لك انا اجابة واضحة يعني، وهل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ قطعا هتلاقي فرصة. الشخص اللي بيعمل اللي عليه وبيقدر نفسه وبيقدر المجهود اللي عمله، او يعني قادر على الانتاج دايما، قطعا اي مكان هيتمنى يشغله. فبالتالي هتلاقي فرصتك عاجلا ام اجلا. اما بقى موضوع مجزي او مش مجزي، دي فدي رزق بتاع ربنا. عايز اقول لكم ومش عايز افاجئكم، او بقى خليني نفاجئكم يعني. المجال الرواتب بتاعته مش احسن حاجه او مش الطف حاجه، بس ده ما يمنعش ان المجال نفسه تقدر تطلع منه فلوس. خلاص، تقدر تشتغل برايفت، وتقدر تشتغل في اماكن تقدر تديك او تقيمك او تقيم شغلك بشكل كويس يناسب مهاراتك. فبالتالي اعمل اللي عليك، اشتغلي او اشتغل على القدرات بتاعتك ونميها كويس جدا، وقطعا هتلاقي فرصتك، واحسن فرصة وباحسن فلوس كمان تقدر توفرها لنفسك. سمعت كده وسمع خير ان في حاجة اسمها برامج. طيب هو لكل اضطراب او لكل مرض، انا معرفش مرض ولا اضطراب، إيه برنامج خاص، ولا هو كله زي بعضه؟ ان انا مثلا ممكن ان انا اخد برنامج واحد يمشي على كله؟ طيب ازاي اعرف افضل البرامج للحالات؟ اكيد مش كل البرامج زي بعضها، واكيد اللي بيصمم البرنامج بيبقى عنده هدف في تصميم البرنامج. فلوفاز كان بيشتغل على اطفال اللي عندهم اضطرابات، اضطرابات معينة، وبعد كده بقى هو التوحد. فبالتالي في هدف من مصمم البرنامج يشتغل عليه، فبالتالي مش كل برنامج يشتغل مع اي طفل. خلاص.
ففي برامج معينة بتشتغل على الإعاقة العقلية والتدخل المبكر زي بورتج مثلا. في برامج بتشتغل على التوحد زي دوفاز، أو برنامج مثلا تيتش، أو برنامج مثلا أو نموذج دينفر. خلاص. في برامج معينة بتشتغل على حالات معينة وليها أدوات قياس معينة من خلالها بقيس مدى السوء أو مدى نقاط الضعف والقوة، وبناء عليه ببدأ أطبق البرنامج تباعا إلى أن أصل إلى الهدف المرجو من البرنامج، هو تحسن الطفل أو تحسن المهارات بتاعته بمختلف أشكالها. طيب اخر سؤال ليا معلش، ايه هو الشادو تيتشر؟ يعني بيعمل ايه؟ يعني مش هو برضو الداتا؟ يعني هو بيتهيألي هو بيعمل نفس شغل الداتا، ولا بيعمل حاجة اكتر؟ طيب، ولا بيعمل حاجة اقل؟ او هو ممكن يكون هو الموجه للداتا، ولا هو بيعمل ايه؟ يعني هو بيعمل ايه مع الطفل طول النهار؟ يعني ايه لازمته يعني؟ طبعا مفيش أصلا وجه مقارنة بين الدادة أو الشخص أو الست المساعدة للطفل أو بتساعده في احتياجاته أو المساعدة الذاتية بتاعته أو في احتياجاته الخاصة بتاعته. وفي فرق كبير جدا بينها وبين الشادو تيتشر. ومن الاسم كده شادو تيتشر أو معلم الظل، المقصود بيه أو الهدف من وجود الشخص ده هو مساعدة الأطفال اللي عندهم مشاكل تعليمية زي صعوبات التعلم، أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده مشكلة تعليمية أو مشاكل أخرى بتعيقه من إنه يتعلم بشكل كويس، أو محتاجين أخصائي متخصص جدا، سواء متخصص في صعوبات التعلم أو في التوحد أو في حاجة تانية، عشان الطفل ده محتاج إن أنا أدمجه لفترات طويلة في مكان معين زي المدرسة، أو إن أنا أخليه معايا لفترات طويلة، أو أخلي الشادو ده أو الشادو تاتشر ده مع الطفل بتاعي أثناء مثلا 12 ساعة في اليوم، سواء في المدرسة أو في المنزل أو في النادي، فأنا بحرك ده معاه. هل الشادو تاتشر مطالب انه يبقى اسف زي الشخص طول الوقت ان هو بيشتغل تحت ايد الطفل؟ لا، مش ده الدور بتاعه الاساسي اصلا. الدور الاساسي بتاعه هو المساعدة والتوجيه والتعليم للطفل، يعني بمثابة كده الضمير. انا اسف لو التشبيه مش مظبوط، بس هو يعني كأنك حد في ظهر الطفل طول الوقت بيوجهه بشكل صحيح، بيقول له لا احنا نعمل كذا او ما نعملش كذا، بيخلي الطفل اذا كان في حاجة محتاج يتدرب عليها فانا بوجهه بشكل فوري وبدربه عليها بشكل فوري. فبالتالي في شخص اشبه بالشادو، بالظل مع الطفل، بيوجهه، بيعلمه، بيكون مساعد دائما للطفل. فبالتالي شغلانه لطيفه، ولكن احيانا في ناس ما بتحبهاش لانها متعبه وبتحتاج مجهود جدا، مجهود بدني وذهني طول الوقت، وبتبقى مسؤوليه كبيره جدا على الشخص نفسه.